احنا عايزين نصور ونعمل معك لقاء، هتاخد كام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم في حلقتنا. الحلقة الراجل ده له حكاية كويسة. أجداده يعني كانوا أبطال في الحرب، وهنتعرف على قصة البطل في الحرب، وهنتعرف على القصة بالظبط، هل الحرب دي سنة كام وكده. بس دي كليته هو هيتكلم ويقول عن شخصيته. راجل قوي فعلا، يعني راجل قوي، راجل صابر، راجل يعني لو واحد مكانه مش عارف هيصبر الصبر اللي هو فيه ده ولا لا. انا مش عايز اقول لكم في المقدمه، بس انا هعرفكم عليه، وهو يستاهل الدعم والتقدير. يعني كل واحد ربنا مديه نعمه يحمد ربنا عليه. النعمه مش فلوس ولا عربيه ولا فيلا، النعمه عينك اللي انت بتشوف فيها، رجلك اللي انت بتمشي عليها، الصحه اللي عليك، دي هي النعمه. هنتعرف مع عمي عبد الحميد، يلا بينا. عم عبد الحميد، عامل ايه في رمضان؟ الحمد لله والله. شهر رمضان عامل ايه معاك؟ والله حلو زي سائر الشهور، واحسن شويه كمان، وحلو والله. نعم. بالنسبه لشهر المفضل في السنه، انت بتعمل ايه في شهر رمضان يا عم عبد الحميد؟ والله يعني الحمد لله، احمد ربنا واشكره. ربك كبير، مش ربك ما ينساش حد، وربنا خلق حد وضيعه، حاشا لله. ربنا رزق بالدوده في الحشر. عم عبد الحميد، نعم. انت سامع لك قصه كويسه، او ابوك او حد من جدادك كانوا في الحرب فعلا؟ لا، احنا اساسا من سكان القنطره. غرب محافظه الاسماعيليه، يعني مواليد هنا واخواتي مواليد هنا. وطبعا يعني عاصرنا حرب 67، حرب استنزاف يعني فيما بعد 67، في 69 وانت في الحرب دي. فطبعا كنت يعني عندي حوالي من 13 سنه، حاجه زي كده، او 14 سنه، يعني واعي الكلام ده كويس. كان ابويا عايش في وسطينا، اخواتي معايا، والدتي. فمرضناش، فضلنا يعني نحن صامدين في نفس المكان، يعني نبعد عن قناه السويس كيلو بالظبط. الطريق الدائري اللي هو طالع من القنطره حاليا ده، بره كده، خد بالك، كان البيت في المكان، يعني جنب. في الحرب، في حالة الحرب وبتاع، كنا في وسط الجيش. في وسط الجيش منطقة عسكرية، وكنا بنساعد الجيش ونجري، والجيش طول عمره حبيبي. بتقفوا مع الجيش؟ طبعا. انا مش ناس مش بنساعد، هيعزلونا بره على طول. فكانت سوريا بتعتدي علينا كل يوم كده بالطيران، كان الطيران فتره بطالع شديد. فجاب لنا يعني مدفعيه بتاع الطيران. فالطيران جاي طبعا عشان يضرب المدفعيه دي، قريب من البيت دي، هو البيت حوالي المتر. واحنا بنحمد ربنا اللي هو ما ضربش المدفعيه، يعني لما ضرب بيتنا احنا كان لنا فرح. خد بالك. بعد عنك الطيران بضرب على ارتفاعات عاليه، يضرب الصاروخ على الجيش، نزل عليه. والدي طبعا توفى على طول، واخويا صاروا، خد بالك، والدي صار، وولدتي فقدت البصر بتاعها زي كده مباشرة. الإصابة اللي في ده الجامعة عبد الحميد؟ طبعا. ايديا بتجري اهو، ايديا بتجري كده، خد بالك، ورجلي ودماغي هنا في دي إصابات كانت؟ طبعا. ده مش هذا الصاروخ، طبعا الصاروخ لما ضربته بالطيارة اللي ارتدم عليه في الاضطراب منه نجي انصاب. واللي الصاروخ طبعا هو طال والدي اكثر، خد بالك، توفى مباشرة على طول، ويعني مات على طول، خد بالك. واحنا وصلنا، والدتي فقدت بصرها، قعدت 40 سنة وهي فاقدة بصرها،
ميتة من حوالي حاجة وكم سنة كده، 17 15 سنة حاجة زي كده، من 67. يعني انتوا كنتوا في الجنطرة غرب، هي غرب غربة البردك غربة. انت والدك كان في الجيش اصلا ولا دي لا البيت انضرب؟ لا البيت انضرب، كنا مواطنين خد بالك. بس لما كنا بنساعد الجيش يعني الجيش احتضننا، كان محتضننا احنا وناس كتير الحقيقة، مش احنا بس خد بالك. يعني الناس يعني طول عمرها بتحب الجيش، واحنا بنحب الجيش طبيعي. يعني احنا والدي توفى وكنا مجروحين وكنا فرحانين بنسأل نشوف لا يكون الجيش انضرب، والجيش هو اللي احتضننا وشالنا وودانا مستشفيات عسكريه في اسماعيليه خد بالك. تعرف ورينا الصبر اللي كانت دي كانت فايده يا عم. ده كله ده شطه، ده كله شطه يعني اثار الشظيات خد بالك من الصاروخ خد بالك. قعدنا طبعا، جينا لما تعورنا جينا هجرنا في المكان ده هنا في وشميس دي في الشرقيه خد بالك، وكانت الحكومه بتقبضنا. انت جيت الشرقيه سنه كام؟ سنه 67 على طول. 67 جينا وكنا بنروح ونيجي ونرد خد بالك. قعدنا لعند 69 لعند والدي متوفى ووالدتي فقدت بصرها. جينا خلاص بقى ما عادش مين هيحتضننا. جينا هنا سنه 67 68 جينا. حالتك الماديه ايه لما كنت جاي من هناك طبعا؟ والله الحاله الماديه كانت حلوه، بس من بعد الوالد طبعا خلاص بقى. لا انت جيت كان معك فلوس مثلا ولا عرفت تشتري في اصل انا عرفت الناس اللي بتيجي من هناك يعني تبقى يعني خايفه ومش لاقيه مكان تقعد فيه. لا ما انت جيت هنا اشتريت ازاي ولا قعدت ازاي؟ ما اشتريناش ولا حاجه، احنا جينا قعدنا كانت الدنيا رخيصه، كان قراط الارض كان ب 10 جنيه، والله كان ب 10 جنيه. انت كان معك 10 جنيه هنا؟ لا كنا بنقبض بقى حوالي من 9 من الضمان الاجتماعي خد بالك من الحكومه. كانت بتقبضنا المهاجرين دول كنا بنقبض خد بالك. كنا اخذنا الميراث طبعا بالقسط، وكنا بنسد كل شهر 2 جنيه، جنيه ونص، 3 جنيه. كان الجنيه له كلام. الواحد كان بيشتغل ب 10 قروش و7 ساعات وحاجه زي كده. انتوا كنتوا من ابطال 67 يا عم؟ يا اخي احنا يا اخي اقول لك احنا خدمنا كنا في الخدمه العسكريه. كنا في الخدمه العسكريه كنا بنعبي شكاير رمل ونحط على الفصل الحديد دي يوميا، بنشتغل يوميا، وكنا مبسوطين وعندنا فرحه ما تتقدرش، مش تتقدر خالص. احنا عندنا دلوقتي بنقول الله يرحمه الزعيم جمال عبد الناصر، مش زعلنا اللي ابونا مات ولا بتاع ولا احنا اتعورنا ولا اتصبنا. طبعا حزنانين عليه لان وقتنا هذا، بس الحمد لله ربنا عوضنا خير بالزعيم عبد الفتاح السيسي برضه، نفس الزعامه ونفس الميداع ونفس الحراره. الرئيس عبد الفتاح نفس الكرامه ونفس المنطق. اقسم لك بالله احنا كان عبد الناصر رحمه الله عليه خد بالك، ولما زال ابو رحمه الله عليه مدى حياتي والعمر اللي انا عايشه كان بيصرف لنا قدره صفرا من الجمعيه خد بالك. واي واحد في سني كده يعرف الكلام ده صح خد بالك. بيصرف لنا قدره صفرا من اللي البهائم تغضب عليها دلوقتي خد بالك. قدره صفرا من الجمعيه نطحنها. يقوم كان لما يجي يعمل خطاب في الردون، كان الردون له بطاريه حجاره كده، والدي يبيع من الدوله الصفرا دي صفيحه كده عشان يسمع فضاء، عشان نروح نجيب حجاره للردون عشان نسمع عبد الناصر رحمه الله عليه خد بالك. عبد الناصر كان زعيم، وربنا عوضنا خير بالزعيم عبد الفتاح السيسي ده. يا اخي الناس بتحسدنا على عبد الفتاح السيسي ده عشان تكون عارف، اقسم بالله العالم كله بيحسدنا اللي الزعيم بتاع عبد الفتاح السيسي زي عبد الناصر. العالم كان بيحسدنا على عبد الناصر. عبد الناصر ده يا اخي ملك، والسيسي ده ملك من عند الله ربنا بعده. انا بكلمك الحمد لله نخلي بالك في امان. خلونا الرئيس يا اخي كفايه نعمه الامان خد بالك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال من بات امنا في سربه عنده قوت يومه كانه حاس الدنيا بحذافيرها. دي نعمه لكم انتوا، انا اعتبرني انتهيت. دي نعمه للبشر الرجال
ربنا بعت لكم الزعيم عبد الفتاح السيسي بالزعيم صح؟ لا انت كلك بركه يا عم عبد واقسم الحميد. بالله اللي ما يقول عبد الفتاح السيسي انت زعيم كلك بركه يا عم عبد الحميد، ومناش بركه لا بيك والناس وعندك كلها مناش بركه وانا لا مش بقول بيك. كده عشان حاجه، اقسم لك بالله وعندك رئيس حكومه كمان اللي هو مع عبد الفتاح السيسي ده، خد بالك راجل محترم. طبعا عبد الحميد بدي اسالك على في حاجه. مصر الناس الغلابه. انت اتكلمت في التاريخ بتاعك ودي تاريخك والله نتشرف فيه. الحمد لله. اللي انت واسرتك كنتوا في القنطره شرق غرب في القنطره غرب، ووقفتوا مع الجيش ايام 67 ايام رئيس جمال عبد الناصر. ما كانش فيها اسلكيات كده يعني، كانت التليفونات دي طول النهار المجد بتسوق تليفونات كده على الارض، سوق تليفونات للجيش عشان يتصلوا ببعض يتواصل مع بعض. طبعا كان الوقت مش فيه يعني حضاره برضه قوي. النهارده عاد فيه طيران ودنيا ونس، والحمد لله جيشنا النهارده في اسعد حال. خلي بالك وده شرف لنا وشرف للامه العربيه كلهم، مصر شرف للعالم كله. عبد الحميد انت عندك اسرتك متكونه من كم؟ والله اسرتي صعبه خالص، خلي بالك بصراحه يا شيخ. أنا أسرتي كبيرة، أسرة كبيرة وما فيش أي دخل إنهم نهائيا، لا من بره ولا من جوا ولا حتى من الدولة، ولكن أنا مش بعتبر الدولة الحمد لله وما بعتبرش عنها. طب ممكن تعرفنا عندك كم ولد كم بنت؟ أنا صلى على النبي، أنا عندي بنتين وولد، خد بالك. والحقيقة هي الدنيا لما بتميل مرة واحدة يا جماعة، بس هو هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. الدنيا بص مش فيه واحد ملك نفسه، خد بالك. ربنا ممكن يسلب أي شيء من الإنسان في لحظة، في غمضة عين، خد بالك. أنا عندي بنتين وولد تحيلتي، ابني علمته وجوزته، خد بالك، وحصل اختلاف في العقل. حاجة من عند الله، حصل اختلاف في العقل. انجب لي 4 أولاد، وهو الست بتاعته 2 يبقى 6، وأنا والست بتاعتي 2 يبقى 8، وبنتين إلي 10. أسرة كاملة متكاملة. راس مالك كام يا عبد الحميد؟ مفيش دخل، مفيش واحد منهم بيجيب لي. كان ابني اللي كنت متكل عليه حصل له ظروف، خد بالك. جيت أنا تعبان يعني ايام. انت زي ما انت شايف، خلي بالك ما فيش دخل، العيال صغار، الحريم ما فيش زي ما انت شايف. اني نظري راح ما بشوفش خالص، خد بالك. الدخل ما فيش، واسره ويجا كمان الدنيا كملت وتكملت، ولكن الحمد لله الغلاء اصعب. احنا من سنتين يعني ربنا اعلم بالحال، ربنا اعلم بالحال. طيب بعد اذنك استاذ احمد بسالك في حاجه، هو عمك عبد الحميد ده عايش ازاي؟ مين اللي بيوديه وبيمشيه يعني على ضعف نظره او يعني ربنا يشفيه ان شاء الله. اتكلمنا عن عمك عبد الحميد. اولا عمي عبد الحميد ده في البلد معروف، يعني هو من جيل ابويا، ويمكن هو في جيل ابويا. عمي عبد الحميد ده معروف في البلد كلها، ما فيش 2 بيختلفوا عليه في طيبته، في مجدعته، في فكاهته. لو قاعد مع كبير ضحكه وقاعد مع صغير ضحكه، راجل ما يختلفش على 2 في البلد كلها، في مجدعته وضحكه وحاجه فكاهه. ولكن عمي عبد الحميد وصل لمرحله دلوقتي يعني مش عايزين نتكلم فيها، لان مرحله صعبه على اي حد، مفيش حد يتحملها. مرحله صعبه حقيقي، زي ما قال لك عيله متكونه من اسره من 10 افراد، وهو زي ما انت شايف عانى في الحرب على قد ما عانى، وحصل كتير. ودي ايام هو مش زعلان عليها لانه كان شديد وكان بيجاهد لبلد وهو مش زعلان عليها. لكن الموضوع عم عبد الحميد دلوقتي يعني هو عاجز بيده وعاجز بنظره، وما عندوش حد يدخل له الكلام من الاخر كده. يعني الراجل ده الله يكون في عونه. انت شفت منظر البيت وشفت الدنيا، وعم عبد الحميد راجل يعني العيل او الاب كبير في السن وعنده عيل. احنا هنا معتمدين عن الجبل، كل البلد هنا معتمده على المزارع. على المزارع والجبل، والعربه تطلع في نص الليل تشحطط بالعيال في البرد. المزارع اللي بيزرعوا فيها الطماطم ودي مزارع. الله يفتح عليك يا استاذ محمد، مزارع طماطم، مزارع بصل، مزارع بطاطس.
ودي دايما مأساوية، كل سنة بيحصل لنا فيها مصيبة حادثة ويحصل فيها حالات وفاة، وربنا يصبر الجميع على فقدان من أحب في هذا القصص دي كلها. عمي عبد الحميد ما عندوش طفل أو ولد إن هو يقدر يجيب له يومية زي باقي الناس. ربنا كرم عمي عبد الحميد بجوز بنات وولد، ولكن الولد من جيل يعني، ولكن الله يكون في عونه إنه كان ذكي جدا وهو صغير. أيمن ده كان معانا، كان ما يسيبش جورنال ورقه، عارف الاخبار، متابع كل حاجه، ولكن ربنا ابتلاه وعد يعني عنده اللهم اشفيه واشفي ابيه، ان هو عاد تعبان خالص في عقله، ما عادش بيميز بين الصح وبين الغلط، ما عادش بيميز يعني بين الكبير وبين الصغير. بصراحه حاله تصعب. هو دلوقتي ممكن تلاقيه نايم جوه، ممكن تناديله ما يردش عليك، ممكن يحصل اي حاجه، فالله يشفيه ويشفينا ابوه. وعمي عبد الحميد موضوعه كبير قوي ومش عايزين نتكلم كتير عشان. طب سؤال بس عايز اسمه. اتفضل سمع. هو ما عندوش تكافل كرامه، ما فكرش يروح اداره حكوميه عن كل يا استاذ محمد. عمي عبد الحميد بس عن مصاريف البيت والكهرباء واعدادات النور اللي بدفع ازاي؟ ما ديت وارده يا استاذ محمد، دي كل معروف، كل بيت فيه عداد ميه وعداد كهرباء، وانت عارف الاوصالات دي. لا ما عنديش والله. بس ما عندكش ميه، مش مدخل ميه يعني، ولا عداد ولا ميه يعني، انت داخل لك سلك الكهرباء بالعافيه، سلك الكهرباء داخل لك بالعافيه. بدفع قد في الشهر كهرباء؟ بتدفع قد ايه يا عم الكهرباء؟ بدفع حوالي 160 وكده. انتوا بتستخدموا ميه بتملوا من الجراكن كده من بره؟ من عند جيراننا، من هنا من اي ناحيه يعني، الميه عند الناس. يعني لما تعوز تشطف او حاجه او تغسل او جالك ضيف بنروح نملى من عند جيران. يعني الست ام ايمن ربنا يديها صحه بتشيل جركن ميه على راسها؟ بنجيب ميه من عند الجيران. يعني زي ما دخلنا عداد، ما هو دخلنا عداد غلط، دخلنا ميه غلط بعدين من غير عداد قصدك؟ يعني عايز تدخل ميه بعداد؟ طبعا لازم تبقى رسمي، راجل تبقى. وانت مش معاك ثمن ان انت تجيب مثلا؟ لا اجيب عداد واجيب عدادين يعني، احنا بنشرب خلاص، احنا عمليه هذا الوضع. ربنا يقدر اهل الخير يا عم عبد الحميد، وان شاء الله يجي لك خط ميه وعداد، وان شاء الله الخير باذن الله في شهر رمضان كتير، وربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال ويرجع لك نظرك ويشفيك. وعايزين نعرف موضوع ان انت وصلت فيه لعيله موضوع تكافل وكرامه، ليه ما عملتش؟ انت راجل فاقد البصر وعاجز بايدك. ممكن تقول لنا السيريه ديت؟ والله عملت ورق كتير، خلي بالك، عملت ورق كتير. والمسؤولين طبعا زي ما انت عارف يعني، والرئيس عامل اللي عليه، ورئيس الحكومه عامل اللي عليه والله. خد بالك يعني، فاتح لنا مكاتب يعني تعمل لنا اللي احنا عايزينه. في زي ما تقول برضه نقطه اهمال. انا قدمت الورق ده مره واثنين، خلي بالك. يعني انت قدمت ورق اكتر من مره؟ مره واثنين، خد بالك. والاخر قالوا لي انت ما ينفعش لك قبض، روح اكشف فين؟ في الاحرار في الزقازيق. خدني واحد راجل طيب، الله يسهل له ويحن عليه يا رب في شر الشيء، وداني المستشفى وكشف علي وادوني جواب، وقالوا لي راجع به الوحده اللي هي قريبه هنا في خلال اسبوع او اثنين. ورحت وديته الوحده، وداني كل 3-4 شهور اروح الوحده، والاخر رحت الوحده قلت يا ولد انا مش قادر امشي ولا بقدر امشي. ايه اللي انت بتتمناه؟ خد بالك، شهر الكريم المفضل، ايه اللي انت بتتمناه؟ والله يعني صلى انا هقول لك ايه تمنياتك؟ هقول لك شهر الكريم المفضل، اهل الخير كتير بيعملوا خير، هقول لك، ويا رب يكون حد سمعنا يقدر معاك ودعمك. والله اللي انا بتمناه كبير، بس مش في امنيتك في شهر الخير ده. امنيتي في شهر الخير ده؟ صلى على النبي. رحت للدكتور اخر مرحله، خد بالك. اني في عندي شره يعني، لما تطفي اللمضه احس، عندي احساس ان اللمضه طفي. واحد يطق لمضه كده، الكلام ده بالليل، احس اللمضه بتنور. خلي بالك. رحت لدكتور، خلي بالك،
قال لي انت لازم لك قرنيه العين. الدكتور بحسب ان انا يعني راجل من الناس اللي هي معاها فلوس. انا ما كنتش معايا حق الكشف اللي انا والله صرف لي الدواء، خدت بالك اللي انا ما جبته. انا بجيب دواء في الاسبوع ب 200 جنيه او 200 وشويه، 3 ازايز، خدت بالك عشان خاطر الضغط يرفع الضغط بتاع عينيا ده لما بيجي لي بيحصل لي صداع وعينيا بتدمع، باخد 3 نوع من الدواء. دول كل شهر شرقيا؟ ده في الشهر اجيبهم 3 مرات. يعني نقدر نقول كل اسبوع؟ كل اسبوع نقدر نقول كل اسبوع بهلك 3 ازايز 200 جنيه 200 جنيه 200 وشويه اسبوعيا، خد بالك. قال لي انت لازم لك قرنيه، ولو قال لي انت لو يعني تركب لك قرنيه لعينك. انا فكرت القرنيه دي يعني حاجه بسيطه، هنجيبها ب 50 60 200 جنيه ولا 100 جنيه. زي ما بكلمك كده، لا راجل ما بقراش بالوقت وشيء ما ردش عليه، خد بالك. قال لي لو انت تركب قرنيه وتقعد تشوفها. قلت له يعني ثمنها غالي ده. قلت له حاجه قد ده. قال لي يا اخي بطلت اتكلم فيها خالص. قال لي القرنيه دي يا عم الحاج. قلت له قال لي يعني ده ب 100000 100 وشويه ولا 80. المبلغ برضه مبلغ اعتبري معايا بقى ده مش يعني الله اعلم. انا عايز 100 جنيه. الله يا اخي انا قلت لك شوف كشفت عنده ما جبتش الدواء والله ما جبت. يعني دفعت الكشف وما جبتش العلاج؟ ما جبتش العلاج والله. يكلف فلوس. طبعا خلي بالك الدواء غالي والدنيا غاليه ودواء النظر غالي خالص. بس قطره صغيره كده ب 100 جنيه قد منه 200 جنيه و 500 جنيه. خدت بالك يا كده تتبهدل ما تنامش الليل من الصداع. خد بالك يعني الم عينيك ده بيعمل لك صداع بالليل يا عم الحميد؟ طبعا اي انسان في الطب وعارف سامعني يعني واسمعني دلوقتي يفهم معنى الصداع بتاع العين ده ازاي. بعيد عنك تمشي في الدنيا. طب حميد كنت اقول لك انت تحب تقولي للناس في شهر المفضل، شهر الكرم، شهر الخير، تحب تقولي للناس اللي سامعاك وعشان وقت الحلقه عشان احنا مش عايزين نتاخر. والله صلى على النبي عشان الناس برضو مش هتتابع الناس ما بتتابعش الحلقه كامله. انا اقدر اقول لك كل سنه وانتم طيبين والناس كل سنه وانتم طيبه. خد بالك وشهر رمضان كريم علينا وعليهم. خلي بالك وربنا يبارك في اهل الخير. انا اول حاجه يعني عايز نفسي المسؤولين تنظر لي نظره كده. خد بالك او اي انسان ينظر لي نظره ان انا اقبض زي الناس اللي بتقبض. خد بالك اسره 10 اطفال. خد بالك ما فيش واحد بيدخل قرش زي ما انت شايف كده. خلي بالك والحال ربنا اعلم بيها. وازاي ده ما اقبضش؟ ازاي؟ ان شاء الله يا عم عبد الحميد. يعني ما فيش مسؤول خالص اللي روح يا اخي وقعت من على السلم وانا رايح حاجه يا عم والله المال موجود. زي ما احنا شايفين دلوقتي الراجل مش ندمان على العمر اللي فات وعلى الوقت اللي قضاه في الحرب وعلى الخساره اللي خسرها. لا مش ندمان. بقول لك انا كنت بمشي وكنت بحارب وكنت بروح وباجي، ده كله مش فارق معايا. دلوقتي كلمه للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا من اي مكان كان في مصر او خارج مصر. احنا شفنا حاله الراجل وشفنا تصويره ودلوقتي هنشوف اهل بيته برضه عشان نبقى واضحين للمشاهدين وما يبقاش الحلقه فيها اي كذب او اي تزيف. هو احنا قلنا العيله من 10 افراد. تعالى لازم انك تعالي. السلام عليكم. كنت اقول لك الحقيقه بالنسبه لعم حميد تتعاملي معاه ازاي كده يعني بتوديه ازاي؟ بوديه الحمام اصحابه ما يقولوا وديه يا بنت الحته دي اوديه، امشي كده اوديه الحمام، لابسين هدومي يعني ايه برضه شغلانه بشتغل معاه بعلم مع العيال وابني برضه حالته تعبانه مش معاه الا هو ايمن وحالتنا يعني صعبه. طقوسك في شهر رمضان يعني بعد في رمضان طول اليوم بتجيب مصاريفك ازاي؟ بقصد اشتغل اجيب للعيال دي ابني ما بيجيبش حاجه، بروح اشتغل عند جارتي اجيب من حدا حاجه اسلك عيال ابني دول.
ان شاء الله يا ام الايمن. الله يصلح حالك. ان شاء الله ان شاء الله اهل الخير هيشوفونا وهيقدروا لو في نصيب ورزق جاي لعم عبد الحميد ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين في شهر رمضان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عم عبد الحميد ربنا يكرمه، يا رب. هو يستاهل الدعم، يا رب. هو يستاهل. اصل واحد زي عم عبد الحميد صبر الصبر ده كله، يعني هو يستاهل فعلا. ويا رب يكون اي حد من اي مكان من اي مكان من اي دوله من اهل الخير يكون سمعنا يقدر يوصل، واحنا نسيب رقم عمي تليفون، هنسيب احنا بنقول حاجه بس. ان شاء الله ان شاء الله لو في اي نصيب لعم عبد الحميد من اي واحد من اي دوله يقدر يساعد عم عبد الحميد، احنا هنسيب رقم تليفون عم عبد الحميد وبيانات عم عبد الحميد لكل واحد، لكل مشاهد سمعنا عم عبد الحميد من الناس اللي تتشال فوق الراس. عم عبد الحميد الراجل اللي هو فقد يعني اعضاء في جسمه في حرب، او زي ما حكى لنا في اول المقطع الفيديو. تمام، احنا مش طالبين لعم عبد الحميد الا يعيش حياه سعيده والناس تبص له وتراعيه، لانه هو مش محتاج ولا عنده يعني مش طماع في حاجه. واحنا هنسيب رقم تليفون عم عبد الحميد، رقم تليفونه للتواصل معاه، احنا بنوصل رساله كام، احنا بنعمل حاجه في الخير، بس مش لدرجه المشاهدات ولا درجه اللي احنا بنكسب فلوس زي ما الناس بتطلع تصور. امبارح جالي تليفون واحد بيقول لي احنا عايزين نصور ونعمل معك لقاء، هتاخد كام؟ انا ما باخدش فلوس، انا داعم نفسي اللي انا اصور مع الناس الغلابه اللي تستاهل الخير. انا داعم نفسي، انا بطلع الساعه 2 الظهر ما بروحش الا بعد الافطار عشان انزل حلقه. الموضوع كله يا جماعه هو موضوع فعل خير، مش كل واحد يطلع يقول لك هتدفع كام في الحلقه. احنا مش بتقعد كده، احنا هنسيب رقم تليفون عم عبد الحميد للتواصل معاه. ويا ريت الناس اللي هي بتصور والناس اللي هي بتطلع وتتكلم وماسكه سماعه ولا ماسكه مايك مش تستغل الناس الغلابه وتصور معها وتاخد فلوس. يا جماعه احنا في شهر الخير وكل واحد قادر يعمل خير يعمل خير. ورقم عم عبد الحميد على الشاشه زي ما قدام حضراتكم وتقدروا تتواصلوا معاه. وهو بيمشي لوجه الله، يعني ممكن يضيع يوم كامل ويومين، يطلع من الصبح من الظهر من العصر يرجع بعد المغرب بعد الفطار، ما بتفرقش معاه. بس في العبير المسألة كليتها ان هو في اخر اليوم يلاقي نفسه عمل لقاء مع واحد ربنا يحنن عليه يفتح له باب خير.